بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي اليومين اللي فاتوا دولت ما ورناش غير لقاء زيزو مع ابراهيم فايق. لقاء برعاية ابراهيم فايق وتركي آل الشيخ، معروفة طبعا. حاجة النادي الاهلي، الجمهور الاهلي كان دايما بيقولها له. وزيزو سبحان الله ظهر النهارده او امبارح لما راح امريكا مربي دقنه. يعني اللقاء دوت يا ابراهيم واللقاء ده يا زيزو متصور على الاقل من اسبوعين ثلاثة. بس ما عندناش مشكلة في كده. انت دلوقتي يا زيزو طلعت قلت انا هاخد اجزاء من اللي انت قلته. انت طلعت قلت انا عامل وسوي معايا كل اللي انت قلته على الاداره احنا معاك فيه، وشتمنا الاداره بسببك، وعملنا بلاوي سودا بسببك، وقلنا زيزو مش للبيع. زيزو ده ملك الجمهور نادي الزمالك واللاعب الاساسي بتاعنا، وكل الكلام الحلو اللي احنا كنا بنقوله لك دوت اللي انت مش هتسمعه في اي حته تانيه. وكبرناك وعملناك نجم، ورحت خدت جوائز فرديه كتير في كل الحتت اللي انت روح، يعني في كل الحتت، في سواء في مصر او بره مصر او في افريقيا، بسبب نادي الزمالك. حلو. انت دلوقتي بتقول لك انت بتطلع تقول اصل انا اخترت النادي الاهلي عشان بطولاته وعشان شغف والكلام اللهطه اللي انت ايه مصدقه دوت او مش مصدقه، طالع مفكر يعني عايز الهطل من جماهير الاحمر تصدقك. انا بس عايز افهمك حاجه، اللي انت هتلاقيه عندنا مش هتلاقيه عند حد تاني. واحد زي اسلام مهدي طلع يقول لك احنا جمهور قليل ادب وبنخوض في اعراض وبنعمل ونسوي ونروح ونيجي. كل اللي انت بتقوله ده يا عم زي الفل يا عم اسلام. طب واخبار حسام غالي لما الجمهور نزل ضرب اللعيبه بالشماريخ في الملعب؟ واخبار اتوبيس النادي الاهلي لما كان راح يلعب سموحه لما الماتش اتاخر تقريبا نص ساعه او ساعه، لما قعد يحطوا طوب على اللعيبه وسب وقصف، وكانوا بيحاولوا يتعرضوا لزوجات اللعيبه في الماتش ده برضو اللي كانوا من هناك اللي كانوا مسافرين مع البعثه. جمهور النادي الاهلي اللي مسك رمضان صبحي وحسام عاشور، كابتن التاريخ النادي الاهلي واكتر لعيبه واخد بطولات في الكوكب يا عم، مش هقول لك في مصر، في الكوكب، شتم بامه. تركي آل الشيخ اللي عمال يدخلكوا فلوس من هنا للصبح، عمال يديكوا فلوس. يعني مش يعني انا اكيد مستفيد حاجه، هو اكيد مستفيد حاجه لان مفيش حد بيعمل كده من باب للطاق. حلو. مستفيد بقى، بياخد، عارف ان في بعض مش بعض، جزء كبير جدا من جمهوركم وعاق ذهنيا وعنده توحد وتعصب وحاجه مقرفه، فانا يعني فبيحاول يستغل ده وبيحاول يكسب من وراكم فلوس، دعايه لافلامه، دعايه لمهرجاناته، فبيستغل اسم النادي الاهلي عشان عارف ان ماشي وراه قطيع كبير جدا. دي تاني حاجه. الحضري فضل يتشتم اكتر من 10 سنين بابوه وامه ومراته، ولا ده ما حصلش؟ احسن جون في تاريخ مصر واللي حقق انجازات مع النادي الاهلي ما تتعدش. شيكابالا اللي اتشتم بامه وزوجته وهدك وجاء خاضوا في عرض ابنه ومراته وراحوا عند قبر امه. ده كله فعلا فعلا جمهور الاهلي اللي تلاقي عند جمهور الاهلي مش هتلاقي عند حد تاني فعلا يا اسلام مهدي. فعلا الحاجه الوحيده اللي انت سيدي فيها ان انت هتاخد فلوس. انت دلوقتي يا زيزو طلعت قلت انا رايح النادي الاهلي، انا رايح، رحت السفاره عشان كان عندي عروض وكان عندي فرق كتيره مفوضاني ان انا مشاركه في كاس العالم فانا ممكن اروح معاهم. حلو، مفيش مشكله. طب هو انت على لسانك انت قلت الريان وقلت نيوم وقلت الشباب، كل دول مش مشاركين في كاس العالم ده مبدئيا يعني. يا زيزو انت مخلص مع الاهلي من شهر 3 اللي فات ده اللي قبله، انت مخلص مع الاهلي من بعد ما عرض الشباب اترفض. عرض نيوم كان كوبري، ومفيش فرقه في الدنيا هتدي مرتب للعيب نفس قيمه انتقاله. احنا مش عبط للدرجه دي، واللي يصدق كده يبقى عبيط. ومفيش نادي في الدنيا بيدي النادي تاني عشان لعيب مصري مستواه نازل عقده هيخلص 10% من قيمه الرعايه. احنا مش عبط، بس في ناس تانية عبط بتصدق الكلام ده. في وسط ما كانوا عاملين عليك حمله لمده 3 سنين يا بالونه، ولا نسيت؟ واحد زي اسلام مهدي اللي انا بجد انا مش فاهمه بجد والله العظيم. هو بقى هو ذكي جدا. انا لو انت لو يعني لو حد وصل الفيديو لاسلام
انا بجد بقول لك انت بني ادم ذكي وشاطر جدا، اللي انت عارف العقليه الصغيره جدا اللي انت بتخاطبها من جمهورك وبتلعب عليها. شغل الارجوزات والتنطيط اللي انت بتعمله دوت قدام الكاميرا بيحبوه، حب البص هوبا اسلام اداهم عمل وسوي، الهطل اللي انت بتعمله دوت انت شاطر فيه جدا. فانا ما عنديش بيني وبينك ضغينه معايا، بس انا برد على الحاجات انت بتقولها. سكه انا رايح عشان اخد بطولات اونطه، انت عارف ان هي اونطه، بطولات كتير اونطه. لو قعدنا نعد من هنا ل 100 سنه قدام يا اسلام هتلاقي نص بطولاتك اونطه. افريقيا اللي انت بتشارك فيها لما كنت طايف مره طالع تالت دوري ورحت، كده كده هتروح افريقيا، وكده كده هيتطبل لك في افريقيا، وكده كده رجالتك في الاتحاد الافريقي قايمين بالواجب وزياده، واحنا ما يعني انت شاطر في كده، انا ما اقدرش اقول لك انا لو في ايدي نفس الفرص هعمل كده بالظبط. بس ما تطلعش تقول ده جمهور مدلس، جمهور مدلس في ايه؟ ايه اللي هدلس فيه؟ هدلس في ايه؟ رمضان صبحي لما راح بيراميدز وقال لك انا رايح عشان طموح، والراجل كان عنده وجهة نظر وطلعت صح، خد افريقيا مع مع بيراميدز وخد كاس مصر. الهاله اللي انتوا عايزين تعملوها وتصدروها لكل الناس او الشباب الصغير اللي طالع عشان يجذب اكبر عدد من جماهير النادي ده، شاطرين فيه مفيش مشكله، بس انتوا اقسم بالله كلمه مدلسين قليله، قليله قوي، قليله قوي. انا ما عنديش اداره، عارف ان ما عنديش اداره حاليا، الوضع سيء، عارف ان الوضع سيء، بس مش معنى كده ان انا هموت. هفضل برضه واقف في زورك في ظل القرف اللي انت بتعمله، هفضل انا انضف حاجه موجوده في المجال ده. قولوا اللي تقولوه واعملوا اللي اعملوه، ومبروك عليكم زيزو، ومبروك عليكم ان انتوا صدقتوا كذبه، مبروك عليكم كل حاجه. انا قدرت عارف انها كدابه وعارف ان زيزو كذاب. انا عندي اداره فاشله وعندي لعيب طماع وجعان، لعيب مخلص مع الاهلي من سنه وجاي يقول لك اصل انا مش عارف ايه. لعيب طلع مطلع تويته قال لك اللي عنده ورق يطلعه، ما عمري ما عندي ورق يطلعه، عمر الاهلي ما يقول لك ما اللعيب ماضي معايا. انت عبيط، انت عبيط يعني، عبيط او اهبل حاجه من الاثنين. يعني الاهلي هيطلع مستند ان انت ماضي مع فرقه ثانيه وانت لسه على ذمه نادي؟ انت كده معاق ذهنيا. الغرض من الغرض من لقاء زيزو مع ابراهيم فايق مش اكتر ولا اقل من ان انا بوثق ان انا مضيت مع الاهلي متاخر، مش موثق لان الاهلي ما كانش مفروض وانا لسه مش في الفتره القانونيه. كل اللي انت قلته فيستك، صدقوا اللي صدقوا ما صدقوش ما صدقوش، انا ما يفرقش معاك اكتر من الزمالك، احنا حبيناك عشان انت كنت مفيد للزمالك، مش مفيد للزمالك هتاخد بالجزمه زي ما انت الفتره كان نقعد نديك بالجزمه. على العموم يا ابني انا مش هقول لك غير ربنا يوفقك في اي حاجه بعيده عن الكوره، الله لا يوفقك في الكوره، مش هقول لك اكتر من كده. سلام.